السلام عليكم حبايب حنفي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده من فانتازيا كاس العالم للدور ال 16، مفاجآت المنتخبات اللي اتأهلت للدور ال 16. طب نجيب مين؟ نركز على مين؟ نسيب مين؟ الكلام ده كله هنتكلم فيه. يلا بينا. وزي ما احنا متعودين، اول حاجه انا بشكر اي حد بيدعمني وبيعمل لايك للفيديو او بيعمل سبسكرايب للقناه عشان ينور القناه عندي، او يفعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصل له. انا بشكرك شكرا جزيلا يا معلم. وزي ما احنا كمان دايما متفقين ان احنا بنتكلم بالورقه والقلم عشان نبقى مخططين كويس ومظبطين الدنيا. فيلا بينا على طول على الدور 16 ونجيب مين وما نجيبش مين. عايز افكركم بحاجه مهمه جدا، ان طلعنا الدور ال 16 يعني انت عندك unlimited ترانسفير، يعني عندك وايلد كارد مفتوح تعمل فيه تغييراتك اللي انت عايزها من غير اي سالب، من غير اي حاجه، عشان تغير وتعمل اللي انت عايزه. طيب مبدئيا اول ماتش هيكون يوم السبت 13 12 الساعه 5. يعني قبل الدنيا دي ممكن تعمل تغييراتك، ولحد الساعه 5 ممكن تعمل تغييراتك مفيش مشكله. اول ماتش هيكون ما بين هولندا وامريكا. طيب هل هولندا وامريكا لعبوا بعض قبل كده؟ اه، لعبوا قبل كده قدام بعض 5 مواجهات. 5 مواجهات وديه، ما كانتش جوه اي مسابقات رياضيه كاس عالم ولا اي حاجه من الكلام ده كله. طيب من ال5 دول هولندا كسبت 4 وامريكا كسبت 1. يعني من 2000 1998 لحد 2010 هولندا كسبت 4 مواجهات امريكا، وامريكا كسبت مواجهه واحده بس كانت في 2015 على هولندا. على الورق نقول هولندا تكسب امريكا عشان اللعيبه اللي عندها، اللي احنا هنقول ممكن نجيب مين من عندها دلوقتي بالورقه والقلم كده. بالنسبه لحراس المرمى هو نوبرت ب4.5. الراجل بصراحه شايل هولندا على قد ما بيقدر، بيجيب تصديات والكلام ده كله. طيب بالنسبه لخط الدفاع نجيب مين؟ احنا عندنا 3 اوبشنز ممكن نفكر فيهم. رقم واحد بسعر 6 مليون اللي هو دومفريز، ده بالنسبه لك اول اوبشن عندنا ممكن نفكر فيه. تاني اوبشنز هو برضو ب6 مليون، وهو مدافع ليفربول اللي هو فان دايك، برضو اوبشن كويس جدا معانا. طب بالنسبه لخط النص بالنسبه لهولندا ممكن نفكر في حد، ممكن نفكر في 2. اول واحد ديونج بسعر 8.5، برضو مناسب جدا بالنسبه لك لو انت حابب تتقل شويه في خط النص، او لو عايز تقلل شويه ب6 وهو يبقى الخط النص بتاعنا هو كلاسن اللي انا قلت عليه الجوله اللي فاتت او الاسبوع اللي فات على طول في هولندا لما كانت بتلعب، والباشا عمل اسيست تقريبا او جاب جون. طيب اللي نركز عليه قوي بقى في خط الهجوم وهو جاكبو المهاجم بتاع هولندا. الراجل جايب 3 جوان لحد دلوقتي وبسعر 7، انا شايفه مناسب جدا خصوصا قصاد امريكا. لا ممكن يهدف سواء هو او ديونج او كلاسن، لا وممكن كمان نشوف كلين شيت. بس يعني ليه انا بقول كده؟ لان امريكا ما فيهاش غير عنصر واحد بس وهو بوليزيتش، هو بسعره 7.5. هل تعتقد ان احنا ممكن نفكر في حد، نجيب حد من امريكا؟ على الورق لا، بس ممكن يعملوا حاجه امريكا تغلس على هولندا، ممكن، كل شيء جايز. دلوقتي احنا داخلين على مفاجآت كاس العالم، فممكن يحصل اي حاجه، وارد اي حاجه. بس على الورق احنا نقول هولندا تكسب امريكا. المواجهه اللي بعد كده الارجنتين واستراليا. زي ما نتكلم على الورق الارجنتين تكسب، واي نعم لحد دلوقتي الارجنتين ما خدتش اختبار قوي عشان نحدد بقى مستوى، ما قابلتش فرق تقيله عشان نشوف مستوى الارجنتين يعني بجد. بس انا شايف ارجنتين استراليا على الورق ارجنتين تكسب. طب نركز في مين بالنسبه للارجنتين اوبشنز بتاعتنا؟ طيب بالنسبه للدفاع هنفكر في اوتاميندي، سعره 5 مليون. سعر كويس جدا عشان برضو نقلل في الدفاع ونبدا نتقل في خط النص او الهجوم. طب بالنسبه لخط النص نفكر في مين؟ عندنا 3 اوبشنز ممكن نفكر فيهم، وهو انزو فرنانديز سعره 6 مليون. وممكن نفكر كمان في ماك اليستر ب7 مليون. وممكن نفكر في دي ماريا، بس هو دي ماريا سعره غالي شويه ب8.5. فانت لو عايز تزود شويه من هنا او تقلل شويه من هنا، فانت عندك اي حد من الثلاثه دول اوبشنز كويس جدا عشان تبدا تظبط البادجت بتاعك. وبالنسبه للهجوم طبعا مفيش غيره. اي نعم هو ضيع ضربه جزاء الماتش اللي فات، بس انا شايف ان هو مفيش غيره برضه. ميسي بسعره 10.5 ممكن يكون اوبشنز ممتاز جدا في ماتش زي ده قدام استراليا. ماتشات يوم 4 12 هيكون ماتش تقيل او من العيار الثقيل، فرنسا وبولندا. طيب تاريخ فرنسا وبولندا ايه مع بعض؟ دي تاني مواجهه ليهم هما الاثنين في كاس العالم. برضه اول كاس عالم كانت ما بينهم، برضه كان ما بين فرنسا وبولندا، كانت 1982 كاس عالم 1982، وساعتها كان ده في تحديد المركز الثالث، وبولندا كسبت فرنسا 3-2 وبولندا حاز على المركز الثالث.
فده يعتبر ضار بعيد جدا من 1982. فانا اعتقد ان الماتش فعلا من العيار الثقيل بالجيل الموجود حاليا. طب هنتكلم على الورق ممكن مين يكسب، او الفوتس ممكن نعمل تصويت لمين يكسب. انا بصراحه مش عارف يعني، بس انا على الورق زي ما بيقول برضو ممكن فرنسا تكسب بولندا بس بصعوبه. طيب نرشح مين من فرنسا؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. هو انا شايف هم ثلاثه بس اللي انا عيني عليهم، او اللي احنا ممكن نحط عينينا عليهم، هم ثلاثه بس. والدفاع هرنانديز سعره 5 مليون، اوبشنز كويس جدا ومحترم جدا. وبالنسبه لخط النص وهو رابيو، وهو سعره 6.5. وخط الهجوم من غير ما نفكر كتير ونروح ونيجي، اهو راجل موجود اهو، مبابي بسعر 11.5. سعر غالي مفيش مشكله، اللي عنده هو ضامن سعره مفيش اي مشكله فيه. الراجل ده ممكن نشوفه بيعمل البدع في ماتش زي ده. طب تيجي تقول لي يا عم حنفي، طب بولندا مش هنجيب حد منها يعني حتى لو ريسك يا باشا؟ اقول لك ريسك، تعالى لي انا بقى. ده انت حبيبي في الريسكات. اول واحد حارس المرمى تشينزي اللي صد ضرب جزاء من ميسي، صد ضربة جزاء في الماتش اللي قبل كده. بسعره كام يا باشا؟ 5.5 مليون. جميل زي الفل. طيب مين الاوبشن الثاني؟ هو ليفاندوفسكي، سعره 10، مهاجم برضه. ممكن نشوفه بيعمل حاجه، ممكن. اي نعم فرنسا قويه الى حد ما، دفاعها ساعات تبقى مهزوز، فممكن نشوف بولندا تجيب جون، بس فرنسا ممكن تكسب، مفيش اي مشكله خالص. انجلترا والسنغال، ودي اول مواجهه بين المنتخبين عموما، انجلترا والسنغال. طيب على الورق ممكن مين يكسب؟ انجلترا زي ما احنا عارفين بتعمل ايه، خلاص على جنب. السنغال برضه نقول فريق غلس ويبقى طمعان، جعان الصراحه. السنغال جعان، هو حقهم الصراحه. طيب مين الاوبشنز اللي ممكن نفكرها في انجلترا؟ هو حد يجي يقول لي ده انت بتقول اسماء كتير. لا يا باشا هختصرهم لك، تعال نشوف كام اسم. بالنسبه لخط الدفاع، هو رقم واحد عندنا لوك شو بسعره 5 مليون. وبعد كده عندنا تريبير بسعر 5. خلاص كده ايه، خلصنا الدفاع. جميل حلو كده. طيب بالنسبه لخط النص، انا جايب لك واحد بس، المضمون بتاعنا ساكا. سعره كام يا باشا؟ 8 مليون. ما اعتقدش ان مفيش حد ما عندوش ساكا، حتى الاول على العالم تقريبا معاه ساكا كمان. هو رقم واحد بالنسبه لنا هو ساكا. مش عايز اجيب حد من الدفاع خالص من انجلترا، مع ان انا لا حرام يعني، ازاي ما تجيبش حد من دفاع انجلترا؟ عندك لوك شو، عندك تريبير. في ناس على فكره جايبه ماجواير، بس انا مش عايز اقول اسمه اساسا، انا مش عايز اتكلم اقول اسمه اساسا. خلينا في حالنا كده مع الناس الحلوه بتاعتنا بتاعت الدوري الانجليزي. طيب بالنسبه لي الهجوم، كين رقم واحد بالنسبه لنا بسعره 11 مليون. ورقم اتنين بالنسبه لنا، انا نفسي اشوف راشفورد اساسي الماتش ده، لان هو ماتش تحديد مصيري، فلازم اشوف راشفورد بيجري. يعني فرقه سنغال زي ما احنا عارفين، واخدين بالكم، فيعني عايزين حد يدوخهم، يروح ويجي. واحد زي فودن ينزله مثلا، واحد زي راشفورد ياخدهم سبعات في تمانيات. فانا شايف برضو ان الاسماء اللي انا قلتها دي هي اوبشن كويس جدا قدام السنغال. هتكون اول ماتش ما بين اليابان وكرواتيا. يعني الماتش ده انا حاسه هيبقى ماتش حلو، يعني هنلاقي كوره حلوه. اليابان فرقه طماعه قوي بصراحه، سواء هي ولا كوريا الجنوبيه، الاثنين لاخر نفس ما بيسيبوش لحظه بصراحه. يعني ممكن يهدوا اللعب شويه مثلا من الدقيقه 65، يجوا بالدقيقه 85 بقى وهوب اديله لحد ما يجيبوا التعادل ويكسبوا. انا شايف اليابان حلوه وكرواتيا حلوه. طيب حد يقول لي يا عم حنفي، انا عايز اعمل ريسك كده واجيب حد من اليابان. يعني عايز اجيب حد من اليابان، طيب هما اتنين عندك في الهجوم، يا ده يا ده. اسمه ايه؟ انا كده من فوق عشان ما انساش، معلش يعني. رقم واحد هو دوان، المهاجم الدوان. هو بسعره 6 مليون. ده مهاجم كويس جدا وعنيد وراخر وبيخش وبيشلط ويجيب اجوان. طيب مين المهاجم التاني؟ هو اسمه تناكا. هو تناكا ما اعرفش بقى. هو بسعره كام؟ بسعره 5 مليون. ده اوبشنز كويس جدا لو انت عايز تعمل ريسك او بتلعب فور فن، عايز تعمل اي حاجه وتيجي معاك ولا حاجه، ممكن ليه لا. فممكن اي اسم من الاسمين دول يعملوا حاجه، ممكن. طيب بالنسبه لكرواتيا احنا ممكن نجيب مين فيها؟ طيب تعال واحده واحده. بالنسبه للدفاع، يورانوفيتش ده سعره 5 مليون، ده كويس جدا بصراحه في الدفاع. طيب تاني اوبشن معانا في خط الدفاع هو سوسا، سعره 3.5. انا عمري شفت مدافع ب 3.5، عشان كده جايبه. انا جايبه من اول كاس العالم معايا، انا مبسوط بسعر 3.5 ده قوي بصراحه، الراجل مظبطني كمان. طيب بالنسبه لخط النص، الوحيد اللي انا بحبه قوي بريزيتش يا جدعان. انا كل مره هتكلم فيه، وفي توتنهام بتكلم فيه. سعره كام باشا بريزيتش؟ 7.5. الراجل ده ممكن يعمل حاجه، في ماتش زي ده. طيب بالنسبه للمهاجم بتاع كرواتيا اللي هو كراماريتش، صح انا بقولها صح؟ كراماريتش سعره كام؟ سعره 6 مليون. برضو كرواتيا بتلعب. انت بقى يعني انا ما قلتش مودريتش، يعني مودريتش سعره عالي شويه وحاسه برضو تقيل شويه في الملعب.
اي نعم هو المحرك الاساسي، بس دول الناس انا شايفهم بالاحصائيات والدنيا دي كلها ممكن يعملوا حاجه. البرازيل وكوريا الجنوبيه. طيب كوريا الجنوبيه زي ما احنا عارفين اتاهلت بعد ما كسبت البرتغال 2-1، فرقه عنيده. هيونج مينج سون عمل ماتش عالمي جدا، هو اللي عمل اسيست للجون الثاني الفوز لكوريا الجنوبيه. بس هي هيلاعب البرازيل، وللعلم ان ماتش في ماتش اتلعب قبل كده للبرازيل وكوريا الجنوبيه يوم 2/6 اللي فات، والبرازيل كسبتها 5-1. طيب هل احنا ممكن نجيب حد طبعا من كوريا؟ هقول لك دلوقتي. طيب البرازيل نجيب مين فيها؟ بالنسبه للبرازيل زي ما قلت لكم في الجوله اللي فاتت، بما انها اتاهلت ممكن نلاقي ايدرسون حارس السيتي واقف قدام الكاميرون، وده فعلا حصل. المره دي هقول لك رقم واحد بالنسبه لنا اوبشن اللي ممكن نبقى خيار كويس جدا هو اليسون في حراسه المرمى. رقم اتنين ماركينيوس بسعر 5.5 مليون. رقم 3 سيلفا بسعر 6 مليون. هتيجي نتكلم على خط النص الديفرنشال بتاعنا وهو كازيميرو سعره كام؟ سعره 6 مليون. اعتقد اوبشن كويس جدا. بالنسبه للهجوم بالنسبه لي كنت اتمنى اشوف نيمار طبعا في ماتش الدور 16، بس هنقوله ريتشارلسون سعره كام؟ سعره 7.5 مليون. طب بالنسبه لكوريا الجنوبيه ممكن نفكر في حد، يعني انا ممكن اقول لك سون، بس انا شايف برضه هيبقى المره دي هيبقى اختبار صعب جدا بالنسبه لكوريا الجنوبيه قدام البرازيل. احنا عارفين طريقه لعب البرازيل عامله ازاي، فممكن ما ارشحكش حاجه من كوريا الجنوبيه في ماتش زي ده. ماتش بقى يوم 6/12 المهم جدا بالنسبه لنا كعرب، مغرب الشقيقه قدام اسبانيا. ماتش ثقيل جدا 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 جدا. اولا المغرب الشقيق احنا فخورين ان هم طلعوا في الدور 16. انا مبسوط جدا يعني كراجل عربي ان منتخب زي منتخب المغرب يوصل للدور 16 في كاس العالم في ظل وجود اللعيبه اللي هي قابلتها دي كلها. طيب ماتش سهل خالص؟ ماتش مش سهل جدا على المغرب. اسبانيا احنا عارفين طريقه لعبها عامله ازاي. المغرب لازم ياخد احتياطاته وياخد حرصه جدا في اسبانيا، مع اسبانيا بالذات. طيب نتكلم عن المنتخب المغرب. مين المدافعين ان احنا ممكن نحطهم في بالنا؟ رقم واحد سعر 4.5 وهو سايس، طبعا عارفينه سايس. ورقم اتنين هو اشرف حكيمي ب5 مليون، برضو اوبشن كويس جدا جدا اشرف حكيمي. بالنسبه لخط النص طبعا حبيب قلبنا كلنا حكيم زياش، بسعره كام يا باشا؟ سعره 7 مليون. وبالنسبه لخط الهجوم وهو يوسف النصيري بسعر 5.5 مليون. اوبشنز كويس جدا جدا جدا. فده بالنسبه لمنتخب المغرب، طبعا ربنا معاكم وكل التوفيق لكم يا رب. بالنسبه لمنتخب اسبانيا هنتكلم على 3 لعيبه بس فقط لا غير. هو بالنسبه للدفاع وهو قلبه ب6 مليون. ورقم 2 عندنا هو اولومو بسعر 8 مليون. وبالنسبه للهجوم طبعا معروف اللي كل ماتش عمال يجيب اجوان وهو موراتا بسعر 8 مليون. طيب بالنسبه لماتش البرتغال وسويسرا اللي اتاهلت للدور ال16، طيب انا شايف ان الماتش برضه هيبقى تقيل. برضه دور 16 كله عباره عن ماتشات تقيله كلها. سويسرا تقيله برضه غلسه، كسبت صربيا 3-2 بعد ما كانت متاخره. طيب واحده واحده نمسك البرتغال نجيب مين فيها. رقم واحد بالنسبه لي هو كانسيلو، وانا متوقع الصراحه ان ما يكونش فيه كلين شيت الماتش ده، فممكن اللي عايز يجيب حد من البرتغال في الدفاع هو كانسيلو سعره 6 مليون. وبالنسبه لخط النص انا شايف ان برونو فرنانديز هو انسب واحد للبرتغال في خط النص بالنسبه لنا. لو بتفكر في ديفرنشال معاك هو سعره 9.5 مليون. وبالنسبه لخط الهجوم هو طبعا غني عن التعريف الدون كريستيانو رونالدو سعره 10 مليون. ممكن موجود اوبشن برده كويس جدا انه يثبت نفسه برده ويهدف في الماتش ده كمان. لو هنتكلم على سويسرا مش عارف، هي هتبقى غلسه في الماتش ده، وعندهم شاكيري وعندهم شاكا. انا شايف عن نفسي هو شاكيري، انا كنت قايل عليه قبل كده من كام مره كده قلت عليه. هو خط النص سعره 7.5 مليون. طب بالنسبه لخيارات الكابتنه احنا ممكن نكابتن مين في دور ال16 دوت؟ لو حبيت اخلي حد اساسي وبعد كده اغيرها لحد تاني، فممكن اقول لك رقم واحد بالنسبه لي هو ميسي، طبعا هيلعبوا استراليا ممكن اوبشن كويس جدا. رقم 2 بالنسبه لي هو ريتشارلسون وهيلعبوا طبعا كوريا الجنوبيه، ممكن يعمل حاجه في ماتش زي ده. وبرضه مش عايز افكركم بليجا كاس العالم اللي احنا عاملينها، الكود هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي، وهسيب لكم اللينك اللي تحت اللي هو المباشر تخش عليه تشترك معانا في الليجا. وطبعا هسيب لكم برضه جروبات الفيسبوك او تويتر عشان بننزل اخبار ونتكلم مع بعض. بس كده يا جماعه دي كانت نهايه الحلقه النهارده. مش عايز افكركم تعملوا لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصل لك.
واشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.